اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أخواتي دائما في فيديو جديد. اليوم حبيت نشارك معكم هذه الشربات الرائعة اللي بإذن الله تعجبكم وتعتمدوها في شهر رمضان الفضيل. اللهم بلغنا رمضان. ودائما نقول لكم مرحبا وألف مرحبا، وإن شاء الله دائما أي وصفة درتها في القناة أنها تعجبكم بطريقة رائعة وتجي أخواتي بنينة. الطعم تاعها ما يتنساش في المذاق تاعو، يجي ما شاء الله خواتي. ان شاء الله دائما تجربوا اي وصفه درتها في القناه، ودرت لكم عده اقتراحات تاع شربات في القناه، عده عصائر باذن الله. خليكم كامل الروابط تاعهم في صندوق الوصف اللي بغات انها تدي ولا تدي معلومه عليهم ولا تديرهم اخواتي. هذا الشربات تجي من اروع ما يكون، ودرت حاله في الفيسبوك في كل مواقع التواصل الاجتماعي. جربوها وردوا علي يا خواتي، مقاديرها باذن الله كامل عندكم. وبما انه الشهر الفضيل قرب نتمنى كامل ديروها وتجربوها. ونبداو على بركة الله في الوصفة هذه الهائلة البنينة كما تشوفوا فيها، لا في الشكل لا في المذاق. هنا كما تشوفوا اخواتي المكونات بسيطة جدا ولكن النتيجة من اروع ما يكون. كما تشوفوا عندنا هنا الاساس تاع الوصفه تاعنا هي علبه ياغورت، حبه تاع القارص بطبيعه الحال. عندنا كاس تاع السكر هنا فقط. تقدري انا بغيت نضاعف المقادير، انت اذا بغيتي تضاعفي المقادير ضاعفيهم. هنا راح ندير 2 حبات تاع الليمون، راح نبشر هذاك الزاز تاع الليمونه، ومن بعد راح نقشروا هذه الليمونه، نقشروها جيدا، نحيو لها كامل هذيك القشره البيضاء، ومن بعد راح نديو هذاك الليمونه هذه كامله. من بعد راح نرحيو كامل هذه المقادير. عندي كما تشوفوا الياغورت بذوق الليمون من الافضل واش تعطيك نتيجه رائعه. عندي كاس تاع السكر في المقادير هذو كامل. راح ندير كاس تاع السكر يجيك سوا مقادير مضبوطه باذن الله تعالى. 2 حبات قارص، كاس سكر، و2 علب تاع الياغورت. هذه كما قلت لكم بغيتي ديري غير في علبه ديري نص كاس تاع السكر فقط يكفي اختي. راح يعطينا لتر ونص تاع الشربات، تجي من اروع ما يكون، رائعة. الشربات هذه اللي دارت حالة في مواقع التواصل الاجتماعي وصدقوني صح جربتها وجات رائعة وحبيت اني نشاركها معكم حبيباتي. نتمنى ان شاء الله تجربوها حتى توما. هنا الخطوة المهمة انك لازم كما تشوفي تخلطي جيدا هذاك السكر مع القشور تاع البرتقال مع الياغورت. هذيك العلبة تاع الياغورت ولا 2 علب اذا درتي 2، خلطوهم جيدا بالطريقة هذه كامل هاك كما تشوفوا هاك بالطريقه هذه خواتي. ومن بعد نروحو نقشروا الليمون تاعنا، راح نحيولو كامل هذاك القشور البيضاء تاعو، ما تخليوهاش اخواتي. هذيك هي اللي حدير المراره. نحاولوا كما تشوفوا خلطوا جيدا بالطريقه هذه اللي راني نعت لكم فيها. هذا الشربات تجي من اروع ما يكون. كما قلت لكم خبيوها كوصفه لشهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان ان شاء الله يجي ويلقانا بخير وعلى بصحه ومهنيين ان شاء الله. انا خليت لكم هذه الخطوه باش تشوفوها خواتي. لازم تقشروا كما تشوفوا الليمونه تاعكم جيدا كامل هذيك القشور البيضاء، تخليو غير الليمونه فقط. كامل القشور هذوك البيضاء تنحيوهم كما تشوفوا راني نحي فيهم امامكم بالطريقه هذه. ومن بعد نقسمها ونضيفها لهذه المكونات ونضيفوا الماء، ومن بعد نجيبوا البراميكسور ولا الميكسور اللي متوفر عندك رحي به هذه المكونات. وتقعد لك تقعد الثقل تاع العصير تاع هذا الشربات تقعد على حسب الرغبه تاعك. نحيو كامل هذوك. هنا انا الحبه هذه كما تشوفوا ما فيهاش بزاف اللوب تاعها، ولكن الحبه الثانيه فيها اللوب. حاولوا نتوما تنحيوها جيدا كما تشوفوا. ومن بعد بطبيعه الحال راح نعاودوا نصفيوها اخواتي ونخليوها ستير ثاني. لازم نخليوها ترتاح على الاقل ساعه ثاني واش كامل هذوك المكونات يتجانسوا. وهنا واش ما نطولش عليكم اخواتي، بعد ما كملت هذوك الليمونتين اللي عندنا كما تشوفوا نحيت لهم كامل هذوك المكونات. جبت هنايا الماء راح نضيف بالتدريج ونجيب براميكسر تاعي ونبدا نخلط كما تشوفوا. شوفوا اللون تاعها يجي رائع، المذاق رائع، الطعم ما نحكي لكمش اخواتي. فقط كما قلت لكم خليوها ترتاح ومن بعد عاودوا صفيوها وزيدوا خليوها ترتاح وشربوها بالصحه والهنا. نقول لك جربيها اختي صدقيني بنتها رائعه. درت لكم عده وصفات وعده اقتراحات تاع العصائر في القناه. راهي قناه متنوعه جدا بالعصائر والتحليات اللي تحب تشوفهم وتطلع عليهم تديهم كوصفات لسيدنا رمضان ان شاء الله. صدقوني كامل الوصفات ناجحه وبذلت فيهم مجهود اني واش نديرهم اخواتي. نتمنى ان شاء الله كامل الوصفات تديروهم وباذن الله خلي لكم الروابط تاعهم. جربوهم هنا. حاولوا انكم تخلطوا جيدا هذاك الليمون مع كامل المكونات مع السكر هذاك مع الياغورت حتى يتجانسوا.
هنا شوفوا هذاك اللون تاعها رائع. هنا نجي ونحاول اني نصفيها اخواتي. هنا كما تشوفوا كما قلت لكم حاولوا انكم تخليوها ترتاح فقط، واش كامل هذيك العصاره تاع الليمون، السكر، ياورت كامل تخرج في هذاك العصير ولا في هذيك الشربات. هنا كما تشوفوا مش راح نحيو بزاف هذوك القشور، نحاولوا نهبطوهم بالطريقه هذه. وهاو العصير ولا هاو الشربات تاعنا جاهزه، تجي من اروع ما يكون، بنينه. كل اخت تقدمها على حسب الطريقه تاعها، قدمت لكم بالطريقه هذه مبسطه. اللون تاعها يجي رائع، الطعم تاعها ما نحكيلكمش. جربوها وقولوا لي في الاخر شو نقول لكم. دمتم في امان الله وحفظه. ما تنسونيش دائما اخواتي بالجام والاشتراك. نشكر كامل الاخوات، نقول لكم شكرا والف شكر على الدعم تاعكم. ربي يحفظكم ان شاء الله دائما. وصفاتي يعجبوكم. وفي الاخر شو نقول لكم، دمتم في امان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. واستنوني دائما في فيديو جديد على قناه مطبخ وتدابير ام ابتسام.